اللهم راحة بال، وبعدا عن القيل والقال، وبعدا عن هوان الحاجة والسؤال، وثباتا على السكينة بعيدا عن تقلب الأحوال. اللهم حياة كريمة لا إهانة فيها ولا إذلال. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض زيتون مخلل بطريقة سهلة أوي إن شاء الله تعجبكم، يقعد معاكي من السنة للسنة. الزيتون اللي انا وريتهولكوا في اول فيديو ده بتاع السنة اللي فاتت اللي انا كنت عاملاه معاكم. تابعوا معايا الفيديو، حطوا لايك واشتركوا في القناة لو انت اول مرة تشوفيني. ان الله وملائكته يصلون على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اول حاجة في التتبيلة بتاعه الزيتون، اول حاجة هنجيبها الشطة الحمرا ديت. لو انت عايزاه حامي هتجيبي شطة حمرا من دي وتبداي تنضفيها وتقطعيها كده. لو انت عايزاه بارد تقدري تجيبي الفلفل الرومي اللي هو زي الفلفل الاخضر بس رومي احمر، وتبداي برضو تنضفيه عشان نفرمه سوا لو انت عايزاه بارد. وهتجيبي معاكي ليمون اصفر او اخضر وتقطعيه طرنشات كده، بيدي طعم ومزازه للزيتون بتاعك حلو. لو انت عايز تحطي معاهم شطه زي ما انا هحط كده، ممكن تجيبي شطه من الخضره دي. ولو انت مش عايزاه حامي ما تحطيش. لو انت حطاه عليه فلفل بارد زي ما انا قلتلك، بدل الفلفل الاحمر اللي هنفرمه هتفرمي بارد. هاتي من دول من الشطه دي بقى مثلا حوالي نص كيلو عشان تطعم معاكي برضو الزيتون، وهتديكي حمو بسيط، مش هتبقى ده حامي وده حامي. زي ما انتم شايفين كده الشطة بتاعتي هبدأ غسلتها وهبدأ اشيل القمع بتاعها واقطعها نصاص عشان هو القرن طويل شوية. طب لو القرن بتاعك صغير، الصغير كنت بسيبه زي ما هو، يا دوبك بتشيل الجزء اللي ورا دوت او تشقيه حاجة بسيطة كده وتحطيه. ده كده هحطه على الزيتون بتاعي. الزيتون بيتعمل بكذا طريقة وكل واحد دي طريقته. دي طريقتي عملتها السنة اللي فاتت والحمد لله الزيتون طلع جميل. جربوا الطريقة وان شاء الله تعجبكم قوي. كده خلصنا كمية الشطة بتاعتي. هبدأ اللي انا دلوقتي افرم بوريكم كده الشطة والليمون والفلفل الاحمر، الشطه الحمراء، الليمون الاخضر السليم دوت انا هعصره واحط برضو عصير الليمون بتاعه على الزيتون. هبدأ دلوقتي اجيب الطبق بتاعي واوريكم الزيتون بتاعي. الزيتون بتاعي طبعا انا نضفته، لو في اي حاجه وحشه شيليها. وهتبدأي تغسليه وهنقعته حوالي 5 ايام. نقعته في ميه حلوه، بغير مثلا عليه في اليوم قيمة مرتين 3 في اليوم، بحيث ان المرارة بتاعته المية تشد المرارة بتاعته. هتقعدي مثلا 4 5 ايام تغيري له. مش هشقه ولا حاجة، هسيبه سليم زي ما هو عشان لو شقتيه هيسود هيسمر مطرح الشق. زي ما انتوا شايفينه كده. صفيته وحطيت عليه الفلفل الحامي بتاعي الاحمر اللي انا فرمته، وحطيت عليه الشطة وحطيت عليه الليمون. الزيتون بتاعك هتحطيه ايا كان الكميه بقى، على حسب الكميه تحطي هتحطي عليها الفلفل المفروم بتاعك او الشطه المفرومه، وهتحطي عليها برضو الشطه وتحطي عليها الليمون الشرايح. الليمون الشرايح ده بيطعمه، والفلفل برضو اللي انت حاطه الشطه دوت هتاكلي منه وهيطعمه. والدقه ديت هتديله طعم التتبيله. هنبدأ نجيب البرطمان بتاعنا ونعبي فيه الزيتون بتاعي. تقدري ان انت تحطي مثلا رق زيتون، يعني ما تقلبيش اصلا الخلطة عليه، تقلبي مثلا الدقة الحمراء وخلاص، او ممكن كمان ما تقلبيهاش وتحطيها رق ورق. يعني تحطي طبقة زيتون وبعدين شطة بعدين دقة بعدين ليمون وهكذا لحد ما تخلصي معاكي البرطمان. انا بفضل اقلبهم كده على بعض ياخدوا من التتبيله مع بعض كلهم ويبقوا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. عايزه اقولك ان الزيتون دوت زيتون عزيزي او عجيزي زي ما بيقولوا. لو هو زيتون تفاحي ما تنقعهوش عشان الزيتون التفاحي ما فيهوش مراره زي الزيتون العجيزي. ولو انت عايزه شقيه بعد ما تنقعيه عشان الشق، لو انت هتشقيه الاول وبعدين تنقعيه هيسود منك. وده شكل البرطمان بتاعي كده بعد ما خلصته. هركنه على جنب وهبدأ اعمل معاكم المية بتاعت الزيتون بقى على حسب كمية الزيتون اللي انتي هتعمليه. انا اقولك على كل لتر بياخد قد ايه. دول 3 لتر من المية. انا غليتهم وسبتهم لما يبردوا. المية بتاعتهم حمرا عشان انا مطرح فرم الشطة الحمرا خدت شوية في الكبة وقلبت فيها المية وحطيتها كده، فهو مدي اللون الاحمر ده. هتحطي بقى على كل لتر من المية ايه
كل لتر من المية 5 معالق من الملح الخشن اللي هو الصخري. هتحطي معلقة كبيرة خل مركز، لو الخل بتاعك مش مركز حطي معلقتين. هتحطي عليهم معلقة كبيرة من السكر. تحطي عليهم ربع معلقة ملح ليمون لو متوفر عندك ملح ليمون. وتبداي تقلبي زي ما انتوا شايفين كده لحد ما الملح بتاعك يدوب والمكونات كلها تدوب مع بعض، وتبداي تدوقيه. هتشوفي الحدق بتاعه، لو محتاج حطي له ملح تاني، بس هو اللتر مظبوط عليه 5 معالق. انا مجرباه، والملح الخشن هو مظبوط عليه 5 معالق. وتحطي له معلقه السكر عشان يبقى معاكي مقرمش لحد اخر واحده في البرطمان. والخل برضو بيطعمه، بس ما تكتريش الخل عشان ما ينهريش منك. وتبدأي كده. وطبعا عصير الليمون، انا حطيت عصير الليمون في المية لاني عارفة ان انا اخد المية كلها. لو انتي عارفة ان المية بتاعتك مش عارفة مثلا معيار البرطمان ياخد منك مية قد ايه، حطي الليمون على الزيتون، على البرطمان بتاع الزيتون على طول الاول، وبعدين زودي المية بحيث ان انت تستفادي بالليمون كله اللي انت حطيت، يعني تحطي الليمون كله تستفادي بيه، ما يبقاش منك مية تاني فيها ليمون. وتحطي بقى بعد كده المية. وهبدأ بقى ارص فوق الوش قشر الليمون اللي انا عصرته. كمية الليمون قد ايه؟ انا حاطة كوبايتين 2 على 3 لتر مية. الليمون دي براحتك، يعني ممكن تحطي على، لو عايزة كيلو زيتون بس ممكن تحطي عليه كوباية ليمون عادي، يعني مش هديكي كمية معينة من الليمون، لان اصلا كل ما بتحطي ليمون ازيد في الزيتون بيديكي طعم احلى وبيشد المرة منه وبيبقى طعم الزيتون معاكي كويس. فانت عايزة تزودي اكتر زودي. انا كده حطيت قشر الليمون وحطيت على الوش شوية زيت عشان يعمل طبقة عازلة بين الزيتون وال يعني تقفليه يعمل طبقة عازلة فوق وما يدخلوش هوا. هحط كيس كده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ اربط البرطمان بتاعي كويس قوي عشان برضو ما يدخلوش هوا. وهبدأ اقلب البرطمان الناحية دي والناحية دي ارجه عشان يتوزع كل المكونات، وتقلبيه كده وتسيبيه لتاني يوم. بس تكوني قافلاه كويس، وتاني يوم اعدليه عادي هيطلع معاكي ان شاء الله احلى زيتون. يا رب طريقتي تكون عجبتكم واستفدتم باي حاجه مني. لو عايزين اي حاجه اكتبولي في التعليقات ان شاء الله هعملها لكم. دمتم في امان الله ورعايته.